أرض التين والزيتون، الفاكهتان المباركتان في محكم التنزيل. وعلى مد البصر والحقول الجافة وهي تتضرع إلى رحمة الله طلبا للمطر، هناك حيث شجيرات الورد التي اعتادت أن تزين الواحة بألوان الورد الشامي الذي كان وما يزال جزءا من الفلاحة والاقتصاد والزينة، من الماضي والحاضر والمستقبل. لكم أن تتخيلوا يا كرام كيف تكون جمالية المناظر في هذه الواحة الأخاذة حين يمتزج اللون الأخضر بخرير المياه العذبة بتغريدات العصافير الجميلة. من واحة دابس أحييكم. وكلما تقدمنا في المسير نصل بكم إلى الوادي الذي سميت به الواحة، إنه واد دابس الذي لم يبقى منه إلا رسمه والتواءاته، وهو يخترق الواحة في صمت وخجل. وحين لا يكون مال فالحياة تتوقف والأرض تهمد وتسكن. وهناك في الضفة الشرقية للوادي تجمعات وقبائل تطل في شموخ على الوادي، وفي كل يوم لها موعد مع غروب تلامس فيه الشمس من بعيد في حنين وشوق، وترسم عليها آخر تذكارات